بسم الله، أول حاجة كده معايا نُص كوباية من السكر، نُص كوباية من الزيت وينفع جدًا تبقى سمنة براحتك خالص، نُص كوباية من الحليب مقاديره اقتصادية وسهلة وبسيطة جدًا، شوية كده من الفانيليا، ونقلّب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدًا لحد ما السكر عندي يدوب تمامًا، يبقى السكر دايب معايا خالص وما يبقاش مخرّز معايا مع المواد السايلة، تمام؟ بعد كده باضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر وبرضه أكمّل كده زي ما أنتم شايفين. بعد كده بقى باجيب الدقيق، أنا عندي 3 كوبايات من الدقيق بس أنا هاحطهم بالتدريج، حطيت أول كوبايتين وقلّبت كده، إحنا مش هنستخدم إيدينا خالص، إحنا يا دوب هنلمّه بالمعلقة، يعني سهل، سهل خالص ما فيهوش أي حاجة، هنلِم العجينة بتاعتنا بالمعلقة، بُصّوا ده بعد الكوبايتين، طبعًا هي كده محتاجة الكوباية التالتة، ننزل بيها بقى بالشكل ده، ونبدأ نخلطهم مع بعض لحد ما تبقى عجينة طرية كده ومش بتلزق في إيدينا، جِبت بقى شوية من السمسم كده محترمين، وأخدت العجينة وبقيت إيه أكوّرها تحت إيديّا وأعملها بالطول بالشكل ده، وابتدي أنزّلها في السمسم تاخد كمية حلوة كده، واخرّجها أسويها على إيديّا كده، وبعد كده باحطها في صاج مدهون دهنة بسيطة من الزيت أو عليه ورقة زبدة زي ما أنتِ حابة، بنضبّطها بقى كده في الصاج، بس كده نعمل مع بعض واحدة تانية، شايفين قد إيه سهل، وعلى فكرة بيعمل كمية حلوة جدًا، الكمية بتاعته كتيرة، يعني بقى هتعملي شاي بلبن وتسقسقي براحتك، تمام، باخلّص الكمية بقى بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، باخد كده قطعة وباكوّرها بالشكل ده، وبعد كده أدّيها شكل طولي وانزل بيها في السمسم تاخد كمية محترمة كده، واضبّط شكلها عشان كلّهم يبقوا شبه بعض في الآخر بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. تمام، باخلّص الكمية بقى بالشكل ده، باسخّن الفرن على درجة حرارة 180 ولو ال180 عندِك عالية خلّيها 160 عشان خاطر يقرمش معاكِ كده ويبقى هَش، بس كده خلاص معايا زي ما أنتم شايفين كده ما خدش وقت خالص، بُصّوا بقى شكله عامل إزاي، وبُصّوا القرمشة بجد خطير، اعملوا لايك وشير لو الفيديو عجبكم وبألف هنا وشفا وبس كده.